ده بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. داخل مركز شكران المسلمين العالمية شارع رمسيس وملتقى الأدب المصري والشاعر الكبير الأستاذ محمد مصطفى. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بكم مركز النهارده في ملتقى احنا ضيوف شرف صالون ضيوف شرف في ملتقى ادب هيئه الشكران العالميه. زي ما انت سامع كده الناس شغاله وفي الشارع ما شاء الله، يعني صراحة صالون أرض الذهب عامل شغل رائع جدا. حضرتك والدكتورة ميرفت يعني عاملين شغل جامد جدا ما شاء الله، يعني أتمنى لكم التوفيق. عايزين نعرف حضرتك هتقول إيه النهارده؟ انا محضر قصيده النهارده في حب مصر طبعا، وفي قصيده ثانيه هتبقى عاطفيه ان شاء الله بس احنا عايزين نسمع بقى في راديو صوت الجديد وجريدة بوابة عاجل مصر، عايزين نسمع المفاجأة أولا. خلينا بقى لما ندخل الشهر. هي عامة قصيدة اسمها عصفور مكملة في طيب ممكن تقول لنا الشارع عن حب مصر؟ عايزين نقول بنحبها. أنا هلبس النضارة بقى ونقول بنحبها. مين اللي ما يحبش بلد سحر الجمال فيها اتولد؟ جه التاريخ جه والتاريخ جه بعدها على كتفها مال والسند. طبعا اكيد بنحبها، عاشقين لنيلها وشمسها، والحد قال لك غير كده ده لا مننا ولا منها. ده حلم صعب نأوله، ده الحب اخره واوله، وكل مصري هتسأله هيقول لك حبيبتي للأبد. في بلاد تسمع عنها، وفي بلاد لما تسمع اسمها ما يقولش نفسي اروح لها، ويا اولياء الله مدد مصر وهواها في دمنا، ولا غيرها حضن يضمنا، عن حضنها ملناش غنى عنها، هي الامان هي السند. الله عليك الله عليك الله عليك، فعلا مصر هي الأمان، هي السند، هي الحضن الدافي لكل مصري، كبير وصغير، فتاة ورجل، فتاة وشاب، رجل وشيخ، الجميع في حب مصر، في عشق مصر، مع شاعرنا الجميل الأستاذ محمد المصري المستشار الإعلامي لصالون أرض الذهب جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجديد. بشكر حضرتك يا فندم. كان معكم دكتور مجدي الناصر. شكرا.